من السودان، وان كان في عفاريت وعفركوش. كانت ايام صعبه، فانا طبعا كنت بطلع انتقد الكلام دوت اللي هو احنا بنقول ايه، وناس كانت مصدقه، وكابتن سيد عبد الحفيظ بينزل تحت الارض وبيكلم اشباح خفيه. فالايام كانت صعبه والفتره كانت صعبه. فانا كان تقدم لي دعوه، ولو انت راجل وعندك الشجاعه تعالى اقف قدامه. كنت انت بتنتقد بقى الفتره دي في كل حاجه بتحصل جدا يعني. وده يبان انت زملكاوي اصيل بقى. يعني انا كنت منتقد وما كنتش بغلط على فكره. انا طول عمري نقد بناء، يعني لما اجي اطلع اجي اقول ازاي ده كذا، ومن حريتك على الفرقه وزعلان على اللي بيحصل في النادي. بالظبط. واحنا كان فتره صعبه جدا، عمال بنخسر، ما فيش في افريقيا خالص، وحال الفريق صعب، واللعيبه كلها بتمشي، وامام عاشور مشي، والدنيا كانت سيئه جدا يعني، ما فيش فلوس فالايام كانت صعبه عاشور كان قبليه بن شرقي بقى وفرجاني وصح اللي هي تصفيه الفرقه دي. بالظبط. وشكل كمان القناه بتاعه النادي، فكنا عمال بنتكلم يا جماعه الدنيا صعبه جدا، والسباب كان كتير قوي، يعني الصوت كان وحش، الفتره كانت فيها اخطاء كتير. فتعمل مؤتمر بقى. تعمل مؤتمر خلف بقى الكواليس بقى طلعتك وايه اللي حصل والورق. انا قبل ما اروح المؤتمر ده انا عملت لايف، وجيت قلت لهم يا جماعه انا رايح، لو ما ظهرتش بعد ساعه يعني الناس تيجي تدور عليا جوه النادي. لان انا كان يعني طبعا المنتمين ويعني حلفاء الاستاذ مرتضى منصور والمستشار مرتضى منصور يعني بيكرهوني جدا، او كانوا بيختلفوا معايا بقى، اللي هو طبعا ده رئيس نادي الزمالك وهم بيحبوه فانت هتيجي، فانا مش كان مرحب بيا خالص بالزياره. بس بصراحه لما دخلت جوه يعني ما حدش احتك بيا، كان نظرات بس كده كانت مريبه، اللي هو انت مش مرحب بوجودك. فقمت انا عامل لايف بره، وجيت قلت لهم انا جيت اهو حضرت، بس خليكم مشاهدين. فانا بصراحه الناس اتفاعلت وقالت احنا مركزين وقاعدين ومستنيين. فانا ما سبتش الموبايل حتى عشان كده، وانا حتى طالع الموبايل في ايدي، فكان بيقول لي سيبه. قبل الطلوع انا اتفاجئت وانا قاعد، هو طبعا يعني عارفني، فقال بقى المختلفين يبتدوا يطلعوا وعامل لهم نعش وبتاع. طب نعش ايه؟ انا هطلع اموت. بقول لك في نعش على الشمال اللي هيطلع هينتقد. الناس بيسالوا عليا لو ما رجعتش تاني. انا ده ما بسيبتش الموبايل خالص، حتى وانا قاعد الموبايل في ايدي، ان انا ما اعرفش، مش بصراحه انا يعني ما بضمنش رده الفعل. فانا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، بس اللي ممكن يحميني ان الناس تفضل شاهده، عشان ما حدش يجي يقول انا عملت كذا وما تبقاش حقيقه. وانا كنت بسمع حاجات كتير جدا، يعني ممكن رده فعل مش مضمونه غلط، ما كنتش تسمع حقائق ولا كلام؟ بصراحه الاثنين يعني. في كلام ممكن اسمعه كتير، الكلام اكتر. اكتر. وبعض الحقائق مثلا زي يعني اسماء ممكن تقال ان في المستشار مرتضى منصور عمل فيهم وسوى، وناس حتى اصحابي كلموني يا اسلام ما تاخدش الخطوه ديت لانك ما تضمنش رد الفعل، وانت ممكن تروح ما ترجعش، وحاجات غريبه فيها. يا جماعه مش للدرجه دي برضه، احنا مش عايزين. ما عشان كده انا قررت اروح، يعني انا قلت اشوف قدام عيني. طلعت بقى فوق بقى. طلعت فوق، خدت الموبايل بتاعي وقاعد مستني، فقال المختلف معايا اتفضل اطلع. فطبعا هو كان في واحد من المؤيدين ليه بيقول له اطلع، فقال له انت لا، انت كده كده محسوب عليا، فهتطلع تعمل ايه؟ تمام. فالناس بدات قالت اسلام يطلع وكده، وهم الناس دي مختلفه معايا اصلا. فهو اول ما شافني على طول وانا طالع قام قال لي ما انت بتقلب، انت يعني بتقلب وكده. انت قلاب. فانا قلت له انا ما هقلب على حضرتك ليه؟ انا مختلف في حاجات معينه، والحاجات ديت انا بالنسبه لي مقتنع بيها. قام قال لي هنعرف دلوقتي انت مختلف في ايه، لكن تعالى اطلع اقرا الورق ده. ده كان عقد بتاع تشيمبونج، كان نادي الزمالك عليه قضيه جديده. تمام. من صفقه طبعا يعني فاشله، مش محتاج ان احنا نقول ان الصفقه دي ناجحه او لا، ولكن هو بيقول ان هو خد كل مستحقاته، وان مفيش فلوس على نادي الزمالك، وان اتشيمبونج حد لعب في دماغه، وان اتشيمبونج حد مسخنه. فانا طلعت بصيت على العقد، ما لحقتش اصلا ابص. ما لحقتش تقرا طبعا، حتى مفيش تركيز برضه ان انت تقرا تشوف ايه اللي في الورق. انا خدت المايك وجالي مايك تاني علشان اطلع، بس انا كنت عايز اناقشه. انا انت طالع تناقشه في حاجه ثانيه خالص بره الموضوع. لقيت في ايدي عقد، فجاي بيقول لي بس اقرا وقول للناس. طب حاضر. فانا ببص قدامي، طب ايه المكتوب دوت؟ مكتوب ان اتشيمبونج خد رقم كذا، ما مش مكتوب حاجه غير فلوس. فقلت له مكتوب مش عارف 250 ولا بتاع. قال لي تمام. قام رافع لي ورقه ثانيه، وهنا مكتوب كام؟ برضه بصيت لقيت ارقام، فقلت له مش عارف 150. قال لي يعني انا بريء يا بيه، وبدا يزعق. فانا قلقت منه بصراحه، قمت حاطط المايك ونازل، قلت بقى ما اضمنش يرزعني من المايك. طب انت كنت عايز تناقشه، كنت هتقول له ايه؟ انا كنت هتكلم معاه، اجي اقول له ايه بالظبط؟ ايه السؤال اللي كنت عايز توجهه له؟ يعني الفتره الصعبه كنت هاجي اقول له حضرتك مقتنع بموضوع ان عفاريت هي اللي بتخسر الزمالك؟ يعني انا نفسي كنت اساله اقول له انا بجد عايز اتاكد حضرتك مقتنع، يعني انت بتدي الموروثات دي للناس، حضرتك مصدق ده؟ فانا كنت مستني اسمع رده. وتاني حاجه، حضرتك عامل مشاكل مع ممدوح عباس، وعامل مشاكل مع اداره النادي الاهلي، وكان ساعتها الاتحاد المصري حضرتك فاكر كان منع القيد عن نادي الزمالك بسبب احتكاكات بينه وبين الاستاذ مرتضى. فكنت اقول له لحد امتى المشاكل دي كلها؟ طب ما تفتح صفحه جديده، واللي مش هيجي النهارده، وده اللي كنت اقوله له، قدم مبادره للناس كلها. الناس يعني. اللي مش هيجي يبقى هو مختلف. طب انا مختلف مع حضرتك النهارده وجيت، طب ما تقدم مبادره للاستاذ ممدوح عباس، وقدم مبادره للكابتن محمود الخطيب. وحتى انا الناس ديت في منهم، يعني الاستاذ ممدوح عباس فترته في الزمالك